النهارده في تالت ماتش ليستروب، ماتش في الذهاب انت كسبان 1-0، فقرر ان انت تبتدي بتشكيلة احتياطية. بصراحة قرار مش مفهوم منه، هو عايز يجرب وكده، بس يعني ابتدي الشوط الاول بلعيبة الاساسية، والشوط التاني يبقى غير. لكن بصراحة يعني حاجة ايه مش مفهومة قوي يعني. التشكيلة اتغير فيها كل الناس الا كوك، انا مش فاهم في ماله كوك يعني. او غير كل اللعيبة او معظمهم يعني ما عدا كوك. طب يعني نزل شكري هو اللي هيلعب الماتش الجاي في الدوري. لأ، أنا مش هيمشي معايا. طب ليه؟ جرّبه ياخد رجله تاخد على الملعب، لكن لأ، أنا هاغيّر تلات أرباع الفرقة ما عدا كوكا، ثابت. كوكا ما لوش مثيل بصراحة يعني. أنا مش هاتكلم. الشوط الأول هو اللي يتكلم، يعني اللي عمّال يباصيه بصراحة مش طبيعي، مش طبيعي في الباص يا جدعان، ما فيش خالص. هو بيباصي غلط كتير أوي، أوي، أوي يعني. هنخش في الماتش. آمم ابتدى الماتش فيه شوية حمية كده، للأسف ما لحقناش نشوف أي حاجة عشان جيلك كده طرد لجراديشار في أول الماتش يقفل الماتش خالص ويقفلنا بصراحة. واحد بيتفرج اللي هو يا عم اخلص، خلص الشوط، خليه ايه يعني يبدل يشوف أي حاجة. يعني بصراحة طرد قفيل ورخم. يعني احنا أصلا بادئين بالبودرة، فالماتش صعب بقى يعني. خد بقى ايه، خد لك بتلعب ب10 لعيبة. الحكم ما غلطش في أي حاجة تاني، بس يعني دي كفيلة اللي هي تبوظ الماتش. بعد الطرد يسرب ما حاولش يغير حد من اللعيبة أو حاجة، لأ هو كمل. احنا الطاهر يعني ماشي، نقل طاهر راس حربة، وخلى محمد علي بن رمضان يميل ناحية اليمين مكان طاهر، يعني إلى حد ما يعني فكرة عادي يعني، ما أضافتش ولا ضرت ولا نفعت بصراحة يعني. وأكتر حاجة باينة إن إحنا يعني في طرد وكل حاجة، انت بتقعد تباصي لحد انت مش عارفه تعمل ايه قدام، عمال يباصي يمين في شمال يمين في شمال. واكبر مثال على كده الكرة اللي باصاها غلط مروان عطية، عمالين نباصي يمين في شمال يمين في شمال. فرقة مفيش خطر منها غير، او هي خطر الاهلي السنة دي اصلا اي كرة كورنر فاول اي حاجة خطر على الاهلي للاسف يعني. تمركز اللعبة وحش في الفاول او اي ضربات ركنية. بصراحة السنة دي جه منها كتير قوي 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 يعني جوان. لكن غير كده هي فرقة ما فيش، هي بتضغط شوية بس بسيط خالص يعني. بصراحة عمر كمان عامل ماتش يثبت لك اللي هو لعبه خلاص بقى، لعبه يبقى بديل هاني، مش كل ماتش تروح مدخله. عمل والله شوط ممتاز. كفايه بقى يا جدعان على اتنين بقى، كوكا وطاهر يعني. قبل حتى تعرف لو جابوا 20 جون في الشوط التاني، طاهر انا الكرة في رجله صعبة يعني. مش عارف اقول لك شكلها صعب ولا ايه، صعب يعني. الدريبل حتى بتاعه زفت يعني، ما اعرفش يدريبل يا جدعان بالكوره، وياخد الكوره يمشي بيها خطوه زنق باصي ورا خلاص. ده تقريبا يعني خليني اقول لك هو اسوأ وينج في تاريخ الاهلي طاهر، ويجي بعديه طبعا ميدو جابر. متخيل ان طاهر اسوأ من ميدو جابر؟ تعرف لو جاب والله 20,000 جون الشوط التاني مفيش يا جدعان، هو خلاص منتهي، لاعب منتهي. هو الاخ كوكا يعني مش عارف اقول ايه على كوكا، مش حتته اوكي، بس صعب اصلا يعني. كده كده اصلا مستوى متوسط. المركز ده هو لا عارف يتحرك ولا بيجري يعني. جريته بيطلع يقف جنب الجناح يعني. سيبك من الماتش ده، الماتش ده اصلا هو ما طلعش، بس سيبك من الماتش ده، الماتشات اللي فاتت كلها يعني معذب بن شرقي معاه مش طبيعي. وبيباصي غلط كتير قوي 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 قوي. واللاعب التالت بصراحة اللي المفروض يتغير يعني هو ديانج. كفاية ديانج يلعب نص ملعب وجون كفاية يعني. هو بيباصي بالعافية أصلا حتى النهاردة يعني. لو تركز الشوط الأول أي كرة تجيله جنب هو بيباصيها لأقرب واحد، هو ما يفكرش، هو باصي على طول خد. يعني ايه بيخلص منها يعني. هو سي دي ام يعني نص ملعب دفاعي بس نص ملعب دفاعي ما بيعرفش يباصي قوي يعني، انت متخيل. انا متوقع لو ممكن يخرجه او يخرج محمد بن رمضان. بس يعني سيب بن رمضان هو الوحيد اللي بيستلم زي ما تشوف بيقاوح في الكوره وبيزق يعني. دي قدراته. للاسف لازم يلعب باتنين نص ملعب بس. غير طاهر ديانج ينزل زيزو، نزل بن شرقي، ويلعب ب4-2-3 يعني. ما قداموش غير كده يجيب جون. ولو لعب كده هيجيب جون يعني. فرقة ما فيش يعني. ان شاء الله نشوفكم في الشوط التاني كده. ابتدى الشوط التاني والطرد في كفة، وان هو ما بدلش اي حد في بداية الشوط التاني ده في كفة تاني خالص. انا بصراحة ما متوقعتهاش خالص اللي هو ما يعملهاش. يعني انت خدت ايه من اللعيبة اللي كانت موجودة؟ وشكله بص الحتة البدنية وكده، بس انت يا باشا انت لو جاب فيك جون كل سنة انت طيب. في برضه يعني عقل. بس يعني نقول ايه، عديله الماتش ده بظروفه الحمد لله. زي ما قلت من الشوط الاول عمر كمان عامل ماتش حلو راحة يعني بعيد عن الجون كمان. بس لو تلاحظ اول ما اتحط وينج شكرا خلاص هو مش عارف يباصي اصلا، مش عارف يتصرف يا جماعة. وقفة الباك غير وقفة الوينج. ان الباك اصلا لما بيبتدي الكرة هو قدامه يعني مساحات كبيرة وشايف، لكن الوينج دايما في حد في ظهره، في حد ضاغط عليه.
الناس برضه بتقعد تحاسبه بصراحة على حتة اللي هو يعني بيبقى وحش لما يلعب وينج. طب يا جماعة هات كده معلول لعبه وينج، هات مارسيلو يا عم، هات أي باك أنت في دماغك ولعبه وينج هتلاقيه مش حلو. زي ما قلت كده يعني هو المفروض كمل على الباك يبقى حتى بديل. هنرجع بقى لبداية الشوط التاني. بصراحة هو ابتديت ضاغط شوية عايز تجيب جون وجاب بصراحة. يعني في قبل كورة بن رمضان في كورة حد خد باله بتاعت طاهر دي، ايه ده؟ ايه ده؟ كنت لسه بقول ايه، هو الدريبل بتاعه اخره يعني ايه، متر مترين شكرا. هو ده الدريبل بتاعه. بعد كده ما تلاقيش خد الكوره قعد يجري بيها اتقطعت منه. الكوره اللي بعدها على طول محمد بن رمضان فضل. شوف بقى الفرق، هو ده اللي بقول دايما على محمد بن رمضان يا باشا، بيجري وسط لو ثلاثه حواليه هيجري وسطهم وعملها ثرو دخل فنش عمر كمان. هو ده الفرق، فرق بين كبير بين برضه الواحد بيقعد يتضايق لما الناس تقعد تنتقد بن رمضان. هو بعيد طبعا اللمسه بتاعته يعني 200 دقيقه 300 دقيقه من وجود طاهر في الملعب. في بقى التبديلات انا مش عارف هو يعني ايه اللي هو عمله ده. بعد الجون راح مطلع بن رمضان، ما اعرفش ليه يعني. انا قلت يطلع واحد من الثلاثه بس يعني قلت له طلع ديانج، وديكوا شفتوا ديانج يعني؟ حد شاف ديانج اصلا الشوط التاني؟ لا باص ولا اي حاجه يعني. راح مطلع عبد القادر وراح مطلع لنا بن رمضان. نزل بقى يعني هاني ماشي، وراح مطلع عمر كمال وينج. خلاص شكرا، الهجوم بقى مضروب يا جدعان وساب طاهر. يعني انت خلاص الهجوم مضروب اصلا. يعني بعد التبديلتين دول خلاص انت ما فيش، الاهلي ما جاش حرفيا يعني حد اخر الماتش. يعني الوحيد اللي كان بيمسك لك الكرة هو بن رمضان، رحت مخرجه وسايب اتنين في نص الملعب. يعني مروان النهارده حتى شرب حاجة. يانج ده عايز فرقة بتدافع حطه يقعد بقى يكسر ويضرب ويطفش الصبح، ولا هتلاقيه احسن لعيب في الماتش. كان بقى كورة وبتاع ما تلاقيش. فضل الماتش مكمل كده بأداء عجيب غريب. فضل الشوط مكمل، لا احنا عارفين بنلعب ايه ولا هم فرقة على الله وما فيش بربع جنيه كورة. انا قلت كده الشوط الاول. هم اخرهم فاول عشان الاهلي تعبان في الفاولات والكورنرات. يعني ده اخرهم الخطر، غير كده ما فيش حد من الراجل مستجاب اللي هو عمل والعبط اللي حصل. راح حاول يغير بقى وحاول يعدل. عارف انت الفريق باظ من ايده خلاص. انا مش عارف احنا بنلعب يعني لما ننزل شكري وبن شرقي. انا والله ما عارف احنا بنلعب ثلاثة يعني ثلاثة ولا لسه بيلعب 4-2 3. هي كانت اقرب 4-2-3 بس يا جماعة. لا بعد ما نزل كمان ياسر هي خلاص قلبت 3 ورا وخلاص بقى قدام بقى كل سنة وانت طيب. بصراحة ماتش يعني اي ماتش فيه طرد من الاول يقرف يعني. واحد بيتفرج على الماتش ويخلص بقى وخلصنا معاك بقى ماتش. يعني بصراحة ما تقيمش فيه اي حاجة. ماتش باظ، هو ماتش بايظ. اتفرج على ماتش بايظ. لا انت هتقيم فيه مدرب، نقيم فيه لعيبة. ما بنجيش على اللعيبة بس. يعني في لعيبة خلاص بقى كفاية بقى. طاهر ده ما يعديش من جنب السور، حرام والله. يعني انت بتضيع وقتك في ناس مش منهم رجا سكة ودغري يعني. وكوكا في نقطة مكررة كمان، حتة الباك الشمال اللي هو كوكا ما شاء الله عليه. هو يا وقفته غلط يا في حاجة غلط. بتلاقي في ظهره كمية سيروهات. محدش بقى يقعد زي العبط اللي يطلع يقول لك بن شرقي ما بيدافعش والكلام العبيط ده. امال نص الملعب بيعمل ايه؟ ما بيدافعش برضه اللي هو كان بيبقى تريزيجيه. لا هي وقفته غلط يا جماعة. اما محمد هاني واقف الناحية التانية وعادي يعني. كوكا بيتضرب في ظهره سيروهات. يعني هو بيبقى واقف مثلا يعني هنا الواد واقف له هنا خلاص ثرو. فهمشي وقفته غلط على فكرة. بيبقى ضامم قوي 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 جنب المدافع. فهمش ايه الفكرة بتاعته. فبتلاقي مثلا ثرو للجناح اللي معاه. هو بقى كوكا بقى يعني عشان النباهة كلها ما شاء الله عليه. اما بيروح بايه بتاكلينج. عارف انت اللي هو ايه، او عايز يلحق فبيروح دايما بتاكلينج بتاع اي حاجه في الكوره بتعدي منه. فربنا يصبرنا عليه ولعب شكري مكانه عادي. يعني صراحه مصطفى عادل دي مشكله الناس المصريه بتبقى في الجهاز. مش عارف ده بيلعب هنا ده بيلعب هنا. هو بقى جاي بقى ما على الله ومش عارف حاجه لسه بيعرف اسامي اللعيبه اصلا. فبيروح ملعب طاهر بيلعب راس حربة. لعبه راس حربة. ولا عمره شاف طاهر بيلعب راس حربة ولا اي حاجة. بس يعني الجهاز القديم اللي هو عادل مصطفى قايل له للاسف يعني قال له طاهر بيلعب راس حربة. مش عارف عادل مصطفى شافها فين راس حربة دي، بيلعب فين راس حربة ولا فين التألق بتاعه كان في راس الحربة عشان يعني الفكرة دي تبقى في الدماغ. بس هي بتمشي بالشكل ده. لا يجي يقول له كوكا بيلعب باك شمال. ماشي يا عم خالد كوكا باك شمال. اول ما جه الماتش كمل كده لحد اخر دقيقه. بصراحه هما ما فيش احنا نايمين ورا وخلص الماتش واتاهلت في ماتش يعني عارف مع اقرب ماتش ما يستاهلش التوتر وكل ده. انا كنتش اصلا هتفرج على الماتش. بعد 10 دقايق لقيت فيه طرد. فلا حد اتشد بصراحه. طب وليه احنا ممكن نخرج من الابطال؟ لا دي كارثه دي.
ادينا مع المدرب الجديد بنشوف هو رايح لفين، دماغه ايه. مش وحش، لا هو الماتش باظ للاسف يعني. سوبر جاي ولازم يكسبه، مفيش غير كده. الزمالك هيخش مستحلف لنا فلازم يركز ونشوف الدنيا راح على فين، ونشوفكم في ماتش جديد ان شاء الله.